هل سيقذف البحر جثة زكريا؟ منذ 10 أيام يقضي سعيد يومه هنا على جثة أخيه تطفو. كان زكريا يأمل في قضاء يوم ممتع على صخر البحر. في غفلة منه سقط كلبه وسط موج هائج. ألقى الشاب بنفسه في البحر لإنقاذ الكلب في ثواني معدودات ضاع أثرهما. جاء على أساس أنه جاي تيحضي واحد ولد خايت يصيد بالقصبة، هبطت له واحد الكليبة الماء حاول يعتقها، جات واحد الموجة من موراه طيحته. كان البحر يومها يرغي ويزبد. حاول رجلا الوقاية المدنية إنقاذ الغريق، لكن قوة الموج حالت دون ذلك وأصبح قاربهما كقشة في موج متلاطم. جاو صحاب البومبيه باش يعتقوه. جينا وسط البحر كان هايج، كان البارد، كانت الشتاء. جينا باش يعتقوه يتقلب بهم الفلوكه اللي هي الزودياك ديالهم. كانت حركه الامواج عاليه، قلب بهم القارب، ومن بعد غرق عنصر من هذه الوقايه المدنيه. واحد غرق تما في ديك البلاصه راه هي، والثاني مابقاش يقاوم حتى طلع دخل لي واحد السيد هو تيسكن في هذه البلاصه هذه، طلع دخل لي بالشومبرير، دخل جبدو حي. أنقذ رجل الوقاية المدنية من طرف صياد بطل. اليوم انتشلت جثة زميله، لكن زكريا والكلب لم يعثر عليهما بعد. حالات غرق عديدة شهدها هذا المقطع الخطير من البحر بمدينة سلا.